السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ نعيمة أسكال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم كوكيز بواحد الطريقة اللي سهلة ومبسطه وكيجي جد اقتصادي وكيخرج لنا واحد الكميه اللي وفيره. فبقى معايا شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج عندي هنايا ربعة ديال الزبدة اي 250 غرام. استعملت الزبدة ديال البوطة، ممكن تستعملوا زبدة حيوانية ولا المارغرين، ولكن تخرجوها من الثلاجة ساعتين قبل، المهم تكون بدرجة حرارة المطبخ. درت هنايا رشة ديال الملح، كيس ديال السكر المنسم بالفانيلا، واحد نص كاس عنبه ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر ممكن تزيدو حتى الكاس عنبه الا بغيتو، او ممكن ديروا حتى السكر البني. درت هنا واحد المعلقه كبيره تكون عامره ديال العسل. الا درتو السكر البني ما نستغناو على العسل، غير العسل كيعطينا واحد اللون اللي كيكون هكايا غامق. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان. هنايا خلطت غير بالفوي، ممكن تخلطوا بالطراب الكهربائي. هنا غادي نزيد واحد نص كاس عنبه ديال الزيت النباتيه. الا درتو الزبده ديال المارغرين ديروا كاس عامر ديال الزيت. هنايا درت 200 ملي تقريبا ديال الزيت. خلطت الكل مزيان هكايا بالفوي. كما قلت لكم راه ممكن تخلطوا بالطراب الكهربائي ولا في الهاشوار. صافي هنايا من بعد ما كنخلط الكل مزيان كنزيد جوج ديال البيضات. البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، ومن بعد كنخلط الكل مزيان حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون كريمي على هذا الشكل. عاد كنزيد الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات. هنا غادي نضيف، قبل ما نضيف الدقيق غادي نزيد واحد راس معلقه صغيره ديال الكاكاو المر باش يعطينا داك اللون غامق في الكوكيز، ما يبقاش اللون ديالو كيا فاتح. صافي هنا ضفت واحد راس معلقه فقط كما كتشوفوا معايا. ممكن تستغناو على هذه المرحله، غير الا بغيتوا الكوكيز ديالكم يجي اللون ديالو غامق ضيفوا الكاكاو. صافي هنايا زدت الدقيق. بالنسبه للدقيق كما قلت لكم يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات. وضفت واحد كيس من خميره الحلويات بيكين باودر ما يعادل 8 غرام. صافي هنا كما كتشوفوا كنضيف الدقيق تدريجيا. هنايا دخلت في هاد كوكيز تقريبا 500 غرام حتى 550 غرام ديال الدقيق ما يعادل 5 ديال الكيسان عنبه ونص. بالنسبه للدقيق ما كتضيفوش خطره واحده، كتضيفوه تدريجيا حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي كيكون هكايا رطب وخفيف، ما يكونش قاصح بزاف. يعني ما تكثروش الدقيق باش يجيكم هاد كوكيز ناجح. في الاول كنخلطوا غير بالفوي كما شفتوا معايا، من بعد كتعجنوا بيديكم، ماشي كتعجنوا ولكن كتجمعوا العجين. صافي حتى كنحصلوا على هاد العجينه اللي كتكون رطبه، ما تكثروش الدقيق. صافي هنا غادي نزيد تقريبا واحد جوج حفنات ديال حبيبات ديال الشوكولات الخاصين ديال الكوكيز. استعملوا النوعيه اللي كتكون جيده. هنايا كما كتشوفوا خليتهم حتى الاخر عاد زدتهم. بديت كنحرك الكل مزيان باش يدخلوا في العجين. من بعد هاد العجينه غادي ندخلها للثلاجه ترتاح واحد نصف ساعه باش هكايا يجيني القوام ديال الكوكيز مقاد وواقف. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نخلي هاد العجينه ترتاح واحد نصف ساعه. من بعد غادي نشكل منهم كريات صغار. ممكن تعبروهم، ممكن ديروا عينكم ميزانكم كما غادي تشوفوا معايا. انا كنعمر غير كنشوف غير بعيني وكندير عيني ميزاني، يعني ممكن ديروا 18 غرام في كل حبه. بغيتوهم صغار او الا بغيتوهم كبار كتديروا حتى 20 غرام حتى 24 غرام. صافي هنا كما كتشوفوا كنشكلهم بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنحاول نكورهم نقادهم وكنستفهم في واحد الصينيه ديال الفران اللي فرشت له ورق الزبده. ضروري ما كانش متوفر ممكن تدهنوا الصينيه ديالكم بالزيت وترشوها بشويه ديال الدقيق، ولكن من الاحسن ورق الزبده باش ضمنوا هكايا الكوكيز ديالكم ما يلصقش. صافي راه ممكن تشكلوهم بهذه الطريقه وتستفوهم في واحد الصينيه ديال واحد البلاطو عادي وتدخلوهم الفريغو حتى كيجمدوا. كديروهم في واحد البوطه حتى تبغيو طيبوهم كتخرجوهم. حتى ديك الطريقه راه ممكن ديروا ديك الطريقه راه حتى هي كتجي ناجحه، ولكن انا غادي نطيبهم.
صافي هنايا ملي شكلتهم كريات على هذا الشكل ضغطت عليهم شي شويه. من بعد غادي نزينهم هنايا بلي بيبيت دو شوكولا وحبيبات ديال الشوكولات نفسهم اللي درت في الداخل، غادي نديرهم من الفوق كتزيين فقط. راه ممكن تزينوهم باي حاجه متوفره عندكم. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ملي غادي نضغط عليهم ونزينهم غادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن من قبل على النار اللي كتكون مهيله. انا غادي نطيبهم في الفران ديال الغاز، ممكن نطيبهم حتى في الفران ديال الضو، ولكن ديال الضو كنشعل الفوق والتحت على درجه 180 حتى ل 200 درجه. بالنسبه للفران ديال الغاز كنشعلوه عليه غير من التحت على النار اللي كتكون مهيله حتى كياخذ واحد اللون اللي كيكون ذهبي. صافي غادي نشعل الفران غير من التحت حتى كيتحمروا، عاد كنهبط الصينيه لتحت والعافيه تكون من الفوق حتى كيعطيونا هذا اللون كما كتشوفوا معايا. راه كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين، كيخرج واحد الكميه اللي وفيره. كنتمنى انكم تجربوه حيت اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. راه كيجي مقرمش من برا وحتى في الداخل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق لهذا الفيديو وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.